ترفع السلاح فوق من الزوايا. ارفع السلاح على اكبر واحد في المدينه. ما تعرف ان انا جبابره، كن من تكون ضروري سابعك. ما شليت السلاح الا بارادتي انا. احسن، لا تمرينا وجاك في المدينه وسلاحك. الحمد لله انه ما لمستك. انت ما تعرف قهر هذاك. ثاني مره بكرح لك الجمجمته اللي بتتحاكى بها انت. يلا روح الله معك. الو يا كهر، سلم المجنون، اشتي حي ولا ترفع عليه السلاح ولا حاجه لانك ما تعرفه. اشتي حي مش ميت بحاجة ده ضروري، واعملها تمام لان يوصل لي والباقي الي مش عليك. سلطني ما تشتي مني، انا ما ادخل معك في مشاكل. لا ما في مشاكل ولا حاجه، بس رسلت لك اشتي منك موضوع بس. ايش ده الموضوع؟ اشتي اسالك بدي واحد مجنون في المدينه. في المدينه في مكان مليان. انا في الزنة الواحد اكلم واحد شيخ. اشتي اسالك بدي واحد مجنون اسمه سلام. سلام ما لك لا بيت ولا لا. فين محله فين يكون فين ساكن فين محله؟ بيت ولا مكتب فيه مكان ثاني. ومعش بيت مخصص؟ ما بيت مخصص، كل البيت بيوته. يلا تمام، خير الله يستر عليك. انزل. الو مخوف يا اخي، الرجال ده ما حصلتلاش اي محل يكون فيه هو، ومين سالته يضحك علي يقول لي وين تشتبه المجنون. ما حصلتهاش. اهم حاجه انت تشتي حي ولا ميت؟ تشتي حي، خلاص خلينا انفذ لك المهمه المولاه وبعدين برجع ادورك بعدها. يلا تمام. عول بك الله يا سلام. أنا مش واجي أقتلك، أنا واجي أشوف مالك ليش زعلان وضجان. حاول تهدأ. الحياة كلها مملة، لكن ما الذي مغثينا أكثر أنت. كأنك مليت الحياة أو مليت هذا الأمل. الحياة مملة إلا الحد. الحياة أيوة مملة، لكن أشوفك زعلان طفشان حملان من ما اللي مغثيون؟ أنت اللي مغثيونا. أنا اللي مغثيون؟ أيوة. أنا أشوفك في عيونك كلام، عيونك هموم، وفي عيونك حاجات كثيرة أجابت عليها. لحم ما هو اللي الكلام اللي شتوجي لي آخر فرصة لك قبل ما تموت. ما دام فيها موتي ما يهمنا. أنا أجي أكلمك. أنت محتار في الدنيا دي، محتار تتحاب، محتار في ناس، محتار في مجتمع، محتار في وساخة الذي يعيشها أنت تعتبر جزء من هذا المجتمع. بس أكبر حيرتك أنت إنك حيران من بعض الأصحاب، إنه لو ما قدرت يفهمك ولا يعرف من أنت يستخدم أصحابه من أجل يعرف، من أجل يعرفك أو يتعرف عليك. وهذا هو الفشل، وهذا هو الملل، وهذا هو التعب كله اللي تعبه. كأننا عايشين في غلط. الثانية
القاتل مو رجالة. إذ لم تعرف لماذا تقتل ومن تقتل ولماذا هو الهدف فأنت فاشل. حتى لو عشت الأمر كله قاتل فأنت في حياتك مكتوب فاشل. أنا عارف إن مهما عاش الواحد يموت يموت، بس ما هو الشيء اللي توصل لي أنت ما معنى كلامك ذي. أشياء أوصل لك إن الدنيا كلها مرهونة في يدك، بس ضروري تعيش من أجل هدف، تموت من أجل هدف. أنت ما تقتل إلا من أجل شيئين: هدفك ويقينك إنك تصلح وضع مش علشان تخربه. والثاني ما تقتل إلا إذا كان أنت توضع الحد أو شيء يعيق أو يسيء إلى المجتمع أو يدمر شخصية أو يدمر الدين. هذا الحياة. لكن القتل من غير هدف يعتبر كله فشل. قل لي لنا. ليش؟ لأنك أنت بنفسك لا أنت جالس تتباحث مع نفسك: ليش أنا سويت ذا؟ ليش ما سويت ذا؟ ليش أنا كذا؟ ليش سويت ذا؟ ليش أنا كذا؟ ليش أنا كذا؟ وأنت عبارة عن عنصر تستخدمك الآخرين. ما عرفك إن أفكر في ذا الشيء؟ باين في عيونك، وباين إنك تعاني من بعض الأصحاب الأصدقاء غير الأمل الذي أنت تختص به أو الأمل الذي أنت تأمله. وأنت يا قهار مانيش خايف من مسدسك هذا، مانيش خايف من ذا المسدس. أنا أتكلم لك كلها من حقنا ومنك ما طلع، بس مانيش خايف. هي ما أنا عندك لو لا بس خايف من أنا أموت ما جيتك ولا ما هو جيت اللي- لك خالص. آخر كلامك ما هو اللي الشاه آخر قبل ما كلامي، تموت. أنا مش واجي أوجهك ولا واجي أقول لك كلام ولا واجي أقول لك شيء. أنا أقول لك الهدف هو أسمى الأخلاق. إن قتلت تقتل الهدف ثاني يكتبك التاريخ به، وإن مت تموت على شيء ثاني يذكرك التاريخ به. وأنت باين عليك إنك من المجتمع أمهر، بس الظاهر إنك ما تعرف نفسك من تكون. أنا عارف من أكون، بس ما هو ذا الكلام تقوله فهمنا معنى ذا الكلام. هذا كلام. وإيش اللي جابك اليوم تقول لي هذا الكلام؟ أنا أعطي لك كلام مجاني. هذا مش كلام مجانين، هذا كلام ناس كبار. لا تغالش نفسك كلام مجاني هو كذا. أنت تبحث عن سلام له علاقات، وللمرة الثانية سلام ما جيت يقتلك. وأنت إذا أراد أن يقتلك سهل على سلام أنه يقتلك في أي لحظة، وممكن يخليك تقتل نفسك من غير ما تشعر. ما جيت أنا أستعرض عليك ولا جي أجيب لك كلام. أنا إذا سألت أسألك لما كل الشخص الذي أنت تشتغل له من هو سلام. بس أنت شكلك عادك ما تعرف قهر. شهرتك تصفقك قاتل أبضاي ما قاتل أوانتي ما كان تج أبضاي من هكذا الناس أوانتي قاتل أوانشي داجر. هذه عمرها ما تقتضي بها، ما تقتضي عليها. بس تبحث عن سلام. لو كان الذي وجهك انك تجيب سلام او تبقى السلام او تدور سلام، ليش تتعب نفسك؟ تروح تسأله ليش ومن هو من يكون. أنا الحياة هي أسرار. الحياة أسرار إذا لم تعرفها، لكن مثلك ما تقدر تعرفها لأنه أسألك سؤال. ما تسأل على موضوع هذا.
ايوه هاتي. اسال. اشتي منك تكشف لي شخصيتك وذكاك من الشكل اللي انت تمشيه. شخصيتي ذكائي سلام المجنون، شهرتي مشي سلم المجنون. ولكن أقسم لي إنك إذا كان أن تبحث عن سر، كان اثنين في مدينة الجزائر، اثنين أخوة واثنين أصدقاء، مالهم؟ كانوا شركاء في العمل. أنا أحكي لك قصة، ما أحكي لك أن مرق من سلام. كانوا اثنين اللي شريكين سكر المدينة، ولا تسألش أنت، لو سألت عن سكر المدينة أو خرجت أي كلام اعتبر نفسك ميت. فتعطينا وعد أنا أحكي لك القصة. مين يكون سكر المدينة؟ سكر المدينة حامي الطريق التجارية من باب الناقة إلى بحرة إلى مدينة المنصورة إلى المخيم. لو سألت أبوك وجدك يحكى لك منه. وكان معه أخت اسمها أسد، لقب بأسد. نشأ من جهله قاتل، بس قاتل عدالة، ما يقتل إلا الحق. وكان لهم شريكين تجاريين، كانوا وحصل بينهم مشكلة على تأخذوا على زواجه. وحصل المشكلة، واحد مات أو شبه ميت، والآخر أصبح شريك. وبحب ما أقري هسي. لا تسأل ذا الحكاية، أنا ما أدري ما أدري من هذا الحكاية. ما أنا دحين تبع سلام. أيوة بس سلام. توقع لك سلام مجنون طلع. كملني. أنا ما بيت هذري ما هذا الحكاية، ما يقدر من هذا الحكاية بدي. كم جاني ذا ما شاء هذا كده هذا كده إننا ده سلام هذا سلام قدامك طلع. تملك يوم لا، تملك يوم لا. سلام. أعرف أصحابك بنفسك، والحج من حج برجله مش من حج ولا أصحابه. ضروري تناقش مواضيعك مع صديقك الحالك. وهو لك سلام وده سلام، ولا أتيت الأول اللي قبلك سلام، وما أتيت سلام من سلام انت على سلام، وما سلم عليك منه سلام من هذا الهدرة، وما لك منه من رميانة تبدأ العكي. سلام بقلاو أتالاو فأسرة. بس أنا اشتاق أقول لك كلمة. أنا سلام. الصديق معنا والعجب حالي فوق التعب. الصديق معنا والعجب حالي فوق التعب. حالي فوق التعب. جدنا والأب أمنا من زرع أثمار. تامة جدنا والأب أمنا من زرع أثمار. أمنا من زرع أثمار. أعيش فيها محتار
فيها واسرار، ألغاز فيها واسرار، فيها طبيب وجوار، فيها طبيب وجوار.